السلام عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. ايه رايكم وصفه النهارده او فيديو النهارده هيكون عن رغوه الكابتشينو. هنعملها بطريقه سهله جدا وبسيطه زي ما انتم شايفين حضراتكم، جميل جدا وتحفه بجد. شايفين؟ هنعملها بطريقه سهله جدا وبسيطه ومش هتاخد معانا وقت ابدا. نحط بقى عليها حليب سخن او حليب متلج بحسب ذوق كل واحد. يلا بينا نشوف الطريقه ايه. بس اتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك واشتركوا في القناه لو اول مره تشوفوها عشان يوصلكم كل جديد باذن الله. اول حاجه عندنا في المقادير مبدئيا اللي هحط بيه السكر هو اللي هحط بيه النسكافيه، ربع كوبايه من السكر العادي وربع كوبايه من النسكافيه الجولد او البلاك الموجود عندنا. بقى نص المعيار ده ميه، ما حطيتش طبعا ربع كوبايه ميه، لا حطيت نص المقدار ده ميه. ونزلت عليه بقى بالمضرب الكهربائي، حطيت جنب واحد بس عشان بس يقضي البطرمان اللي انا هحطه طبعا فيه زي ما حضراتكم شايفين كده. ممكن بقى بالهاند بلندر او بتاع النسكافيه الموجود، آلة النسكافيه الموجود عندنا زي ما حضراتكم شايفين كده. هفضل اضرب فيه لغايه ما يوصل للقوام كريمي او زي الكريم شانتيه كده بالظبط. طريقه سهله جدا وبسيطه وفي نفس الوقت بتعدل المود بتاعنا وبنحب نشربه على طول. طبعا زي ما هو كده بحطه في الفريزر، باخد منه بقى بالمعلقه زي ما حضراتكم شايفين. خدت منه معلقه ونزلت عليه بالحليب السخن او الحليب المتلج. نحط بقى قطع تلج براحه ذوق كل واحد. بصراحه ما بخدش معايا وقت ابدا، جميل جدا. شايفين الجمال؟ ممكن تحط عليه بقى رشه من الكاكاو براحتنا خالص. يا رب تكون الوصفه عجبتكم. لو عجبكم بقى لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب، اهم حاجه دوسوا على زر الكل عشان يوصلكم كل جديد بنزله ان شاء الله. واقول لكم اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله على خير، والسلام عليكم.